الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويتجنب سخطه، فإنما نحن به وله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة لم يدع لعقول الناس تصريف أمورهم فيسيرون بشهواتهم جهة اليمين أو جهة اليسار، ولكنه وضع ضوابط لهذه الشهوات وحد لها حدودا ورسم لها خطا مستقيما تسير عليه، ووضح له طريق الخير وطريق الشر، كما قال المولى عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكما قال: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، فإن سلك الإنسان طريق الخير طريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى في عبادته وفي معاملته مع إخوانه وفي علاقته مع المجتمع كان بها ونعمت، وفاز في الدنيا والآخرة بالسعادة في الدارين. وإن هو جنح وارتكب المآثم وخالف هذه الأوامر فإن الله تبارك وتعالى أعد له الحدود التي تزجره، طالما أن المواعظ لم تؤثر فيه فإن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الحدود التي حدها في الإسلام لتردع هذا المجرم عن جريمته. وكانت هذه السورة اعتنت بهذه الحدود اعتناء كبيرا، إنها سورة النور التي افتتحت بافتتاح فريد لم تفتتح به سورة من سور القرآن الكريم، إذ يقول المولى عز وجل في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وافتتحت هذه السورة بافتتاح لم تفتتح به سورة من سور القرآن الكريم، فيقول سورة أنزلناها، هذا تأكيد على الإنزال، وليس هذا معناه أنه ينفي ما عداها من السور أن الله تبارك وتعالى أنزلها، ولكن هذا يدل على كمال الاعتناء بهذه السورة، سورة أنزلناها وفرضناها. ويؤكد المولى عز وجل بكلمتنا ليؤكد لنا أن منزل هذه السورة ليس بناصح ضعيف، ولكنه الله تبارك وتعالى القوي القادر الحكيم العليم الخالق الرازق. أنزلناها، فليس فيما أنزله الله تبارك وتعالى في هذه السورة الذي أنزله فيها ليس بمثابة وصية نحن بخيار أن نفعلها أو لا نفعلها، ولكن وجب علينا أن نلتزم بها، ولذلك قال وفرضناها، أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا عليكم وعلى من بعدكم العمل بما فيها. ثم يكرر الإنزال مرة أخرى: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يكرر الإنزال للاعتناء بهذا المنزل لأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، فيجب كذلك أن يعظم عند الناس، ويجب أن يسلكوا في حياتهم هذا المنهج
الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فتكرار الإنزال يدل على الاعتناء بهذا المنزل كما يدل على عظم المنزل وعظم المنزل من قبل المولى عز وجل. ثم إن هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليس بشيء غير واضح، وإنما هو شيء واضح يفهمه الجميع. لا يصح للإنسان ولا يحق له أن يقول أنا لا أفهمه، ولكنه واضح، آيات بينات، آيات واضحات، آيات مفسرات، لعلكم تتذكرون أن هذه الآيات نعمة من الله تبارك وتعالى إذ أنزلها ووضح لكم ما تسلكونه في حياتكم. ماذا أفعل يا رب؟ هذه هي الآيات الواضحات التي أخبرنا المولى عز وجل عنها، فيفصلها في قوله تبارك وتعالى. يبدأ بتفصيل هذه الآيات فيقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله تبارك وتعالى يفصل لنا. من منا لا يعرف كلمة الزانية والزاني؟ هذه آيات واضحات. الله تبارك وتعالى يقول: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم يفصل هذه الآيات بهذه الجملة التي وضح لنا فيها عقوبة وحد الزانية والزاني. وليس هذا هو أول مرة يخاطب المولى عز وجل فيها المسلمين بهذا الخطاب، لكنه سبقه قبل ذلك تحريم لهذه الجريمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، أي في العهد المكي نزل تحريم هذه الجريمة. مجرد تحريم، لم تفرض لها عقوبة في العهد المكي، إذ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم بعد ذلك وفي بداية العهد المكي نزل التدريج، نزلت عقوبة الزنا بالتدريج، كما نزل تحريم الخمر وتحريم الربا كذلك. فالآيات التي وردت في أوائل العهد المدني وردت في سورة النساء، حيث وضح المولى عز وجل عقوبة الزانية والزاني. فيقول الله عز وجل في هذه السورة، في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الله تبارك وتعالى يخبرنا ويوضح لنا ويحكم على هذه الزانية: إذا شهد عليها 4 رجال علينا أن نحبسها بالبيت ولا تخرج، بل توقف وتعير حتى يجعل الله لها حلا آخر وسبيلا آخر وحكما آخر. وأما الرجل الذي يزني فحكمه وعقوبته أنه يعير ويوبخ ويؤذى بالقول ويؤذى إيذاء خفيفا. هكذا يقول الله عز وجل، ويوضحه في قوله: واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فإذا تاب الزاني عن فعلته فما علينا أن نتعرض له بعد ذلك. فإن تاب وأصلح إلى الله تبارك وتعالى فعلينا أن نتركه إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب إليه. هذا هو حكم الإسلام في الزنا في بداية العهد المدني. ولكن بعد ذلك جاء الطريق الآخر، وجاء الحكم النهائي الذي نسخ الحكم السابق في هذه السورة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاء الحكم هذا الحكم النهائي لهذه الجريمة. عقوبة هؤلاء الزناه أن نجلد كل واحد منهما. يقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكان هذا هو السبيل الذي ورد من قبل في سورة النساء. والله تبارك وتعالى حينما يعدل ذلك أنزل على رسوله هذه الآيات البينات،
فقد ورد في صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي وأحمد عن عبد الله عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه قرب لذلك وتربد وجهه، أي تغير وجهه، فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. فهذا هو الحكم وهذا هو السبيل الذي كان لعقوبة الزانية والزاني. أما عقوبة اللواط والتي جاءت أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء واللذان يأتيانها منكم تشملها أيضا وتشمل الزنا، عدلت أيضا فيما بعد. رواه الخمسة إلا النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا هو التعبير النهائي لعقوبة اللواط وأيضا التعبير النهائي لعقوبة الزنا. فيوضح المولى عز وجل حكمه على الذي زنى وهو غير محصن أي غير متزوج قده أن يسجد 100 جلدة سواء كان من الرجال أو من النساء، وحكم الذي يزني وهو متزوج سواء كان من الرجال أو النساء حكمه الرجم. وقد جاء الجلد في القرآن الكريم وجاءت السنة القولية والعملية بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم برجم الزانية والزاني. فالله تبارك وتعالى يريد لنا النقاء ويريد لنا الصفاء بإقامة هذه الحدود، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يشدد على ذلك ويأمر بإقامة الحد أولا على من؟ على الزانية، قدمها في الآية، قدمها في قوله الزانية والزاني. لماذا قدم الله هذه الجملة كلمة الزانية والزاني؟ لأن الزانية هي المتسببة بالفعل، هي المتسببة بعريها وتكسلها وفتنتها، هي التي تجذب المفتونين إليها. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه النسائي عن الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فالمرأة بعطرها وبرائحتها الحسنة وبعريها تجذب المفتونين إليها ويفرح الشيطان بها ويحسنها في عيون الرجال. ولذلك ورد في الحديث الآخر الذي رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون في مكان أقرب إلى ربها منها في قعر بيتها، أي أن المرأة طالما خرجت من البيت فهي عورة بكل ما فيها من أغراض. ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، قدمها في العقوبة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فنسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لإقامة حدوده، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد، وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى يشدد في إقامة الحدود، فيقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تأخذنا الرحمة والشفقة بهؤلاء الذين يلوثون المجتمع ويهددون أمن الناس، وفي إقامة الحدود طمأنينة للناس وتنظيف للمجتمع فيه المصلحة. طالما أن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الحد فلا بد وأن يكون هناك مصلحة حتى يأمن كل واحد منا على بيته وعلى أهله وعشيرته. ولذلك الكريمة بشهادة 4 رجال يشهدون على الفعل أو بإقرار صريح صادق عن حرية وعن اقتناع، أو ثبت بحمل من امرأة غير الكريمة بشهادة 4 رجال يشهدون على الفعل أو بإقرار صريح صادق
عن حرية وعن اقتناع، أو ثبت بحمل من امرأة غير ذات زوج وكانت عاقلة غير مجنونة وكانت لا شبهة لها في ذلك، فإن الإسلام يأمر بإقامة الحدود ولا يجوز تعطيلها أبدا، لا يجوز تعطيل هذه الحدود، لأن في إقامتها تطهير للمجتمع من الفواحش وتطهير له من الرذائل وتخويف لضعاف النفوس عن ممارسة هذه الجريمة. ولذلك فإن الإسلام يسجل أشد تسجيل، فيقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يسجل فيقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذنا الرحمة ولا الشفقة بهؤلاء الذين يلوثون المجتمع، وهؤلاء الذين يلوثون المجتمع لسنا بأرحم من الله عليهم، فالله الذي خلق والذي رزق والذي يغفر ويرحم هو الذي أمر بإقامة الحدود عليهم. إذا في إقامتها تطهير لنفوسهم ولضمائرهم، وفي إقامتها رحمة لنا. وقد ورد في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان وأحمد والحاكم والطبراني الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. فإقامة حد واحد خير من مطر السماء 40 يوما. 40 يوم وانظروا إلى مطر السماء حينما ينزل فنفرح به لأنه يسقي الأراضين وتشرب البهائم ويحيي الأرض جميعا يحييها، ومع ذلك فإقامة حد واحد خير للناس وبركة عليهم وسعادة يجدونها في إقامة الحد لا يجدونها في مطر السماء مع كثرة النعم وتعطيل الحدود وعصيان المنعم. فالإسلام يأمر بإقامة الحدود إذا ثبتت على الجانب ولا يتهاون فيها أبدا، ويعلق المولى عز وجل إقامة الحد على الإيمان به. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا تأخذكم الشفقة والرحمة بهم في حكم الله وتنفيذ حدوده إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم مصدقين بأن الله واحد وأنه إله حقا وأنكم ستقفون بين يديه العرض والحساب، فأقيموا الحدود ولا تعطلوها ونفذوا شريعة الله تبارك وتعالى في المجرمين. فالإسلام حينما يحكم بذلك يقول لنا أن الإيمان ليس مجرد قول باللسان، ليس مجرد كلمة ينطق بها الإنسان، ولكن لا بد أن نعتبر بما أمر الله. حتى لو ادعينا أننا على الإيمان ولم نقم حدود الله ولم نطبق شرع الله فلسنا بمؤمنين بنص هذه الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا ثبتت الكلمة فلا بد من إقامة الحد على الجانب، وليكن هذا عملا أمام جميع من الناس كقوله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لكن ننظر إلى هذه الحكمة الجديدة، لأن في إقامة الحد تنظيف للمجتمع، تنظيف للضمائر، من توسوس لهم نفوسهم بارتكاب الجريمة إذا رأوا إقامة الحدود فإنهم ينزجرون ويعتبرون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهدوا حتى يكون عبرة وحتى يكون زاجرا لهذا عن معاودة جريمته. لحد واحد يقام في أهل الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. هذا فيه عبرة وعظة للناس جميعا أن يشهد الناس: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهد عذابهما طائفة، مجموعة من الناس تشهد إقامة الحدود، وفي شهادة هؤلاء الناس عبرة لهذا الذي زنى فيكون عبرة له أمام الناس، إنه انتقام منه لأنه ارتكب هذه الجريمة بالمجتمع، ارتكاب له ويذوق وبال السيئة التي ألحقها بالمجتمع. وأيضا
هذا زجر له عن معاودة هذه الجريمة مرة أخرى، لا يعاودها مرة أخرى طالما أنه يقام عليه الحد وطالما أنه يجد أن الحدود مقامة. وثالثا أن يكون عبرة لغيره من ضعفاء النفوس فيبتعد عن ذلك. وأيضا في إقامتها علنا حكم آخر ونكتة أخرى وموعظة أخرى، وأن من يقيم هذه الحدود لا يستطيع أبدا أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها شفقة على هذا، لأنه أمام الناس جميعا سينفذ العقوبة بحق كما أمر الله تبارك وتعالى، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنسأل المولى عز وجل أن يوفق الولاة لإقامة حدوده وتطهير المجتمعات من الرذائل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رب النبي الكريم محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واستر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.